غسان، أنا أقول لك بأنه درزي وزعيم درزي، ولكن هو يعرف بأن هناك نقاش داخل المشايخ الدروز حول هذا الأمر. هو يعرف بأن كثير من الدروز يقولون كذا وكذا وكذا ويشككون في هذا الأمر، ويقولون بأن نتيجة انتماء تاريخي وما إلى ذلك. أن يأتي ويقول هو نتيجة انتماء تاريخي. كثير من الدروز المشايخ يشككون في ماذا؟ في درزيته، في توحيده. الآن لا يستطيع وليد جنبلاط أن يأتي بشيخ من المشايخ المحترمين ويقول له أنت موحد. لا يستطيع شيخ واحد لا يستطيع في كل الطائفة، حتى الذين هم معه يا أستاذ غسان لا يستطيعون أن يقولوا له أنت موحد. كيف الحكي؟ وهو يعرف هذا الأمر. في أسباب، أول مرة نسمع هذا. في أسباب كثيرة لا ندخل فيها. كيف يمكن أن تبلغ بك الصراحة والشجاعة؟ وكيف تبلغ به؟ كيف تبلغ به الوقاحة؟ أن يحلل دم 600,000 درزي. هذه وقاحة ما بعدها وقاحة يا أستاذ غسان. خلاص ما بقينا نحن. ليك بدي أقول لك شغلة، أنا ملتزم بأنني حتى ولو على دمي لن أتسبب بهدر نقطة دم واحدة في الدروز، ولن أسمح بمشكل داخل الطائفة الدرزية. صحيح. وكما تصرف بكبر آل بعيني منذ أيام وأهالي مزرعة الشوف، سنتصرف بكبر في كل مكان حتى لو دفعنا عشرات الشهداء.